شكلها حلو قوي بجد، فخورة بيهم كلهم. متاكلة فمش هاخدها خلاص. في واحدة كمان برضو هنا كده. These days, I'm really counting on my stylist, which is my friend. Shout out to Kim. And he اوكي انا خلصت الفيلم حلو بس يعني هو عادي، فاهمين ازاي؟ وبعدين انتوا تقدروا تتوقعوا الحوار كله من اول 6 دقايق، لدرجة ان انتوا ممكن تعرفوا النهاية وضعها ايه. تمام. انا من زمان قوي ما شفتش حاجة لكيمو بين، فقلت ان انا يعني اشوف له حاجة، بس لكن تمام هديله 2 من 5. هو عادي بجد، مش اللي هو يعني مش واو، فاهمين قصدي؟ بس كده. دي كانت هدية من المدرسة. بذور بعد ما اخدت الحاجة بتاعتها سابت لي بس السكتشات دي، لان هي تم استعمالها يعني. دول كده فكر كمان احط حاجات الكرافت دي. مش السكتش ده كنت جايباه من دايسو في في الامارات، حلو قوي ايام ما كنت برسم. عايزه اجيب الوان ميه غير دي بصراحه، عشان دي حاسه ان هي بقت وحشه. انا لحد دلوقتي بستعملها يعني، هي برضو من ايام المدرسه، بس هي الفرش دي هي اللي وحشه بصراحه. وحشين قوي. الفرشه بتاعتها اللي كانت معاها كانت كويسه جدا، بس هي باظت. وانا كنت جايبه الفرش دول برضو من زمان قوي، لما طلعت عشان استعملهم طلعوا ان هما مش حلوين. وده دفتر السولو ديت، مش عارفه هعمل سولو ديت تاني امتى بصراحه. الالوان دي كمان حلوه، هي كوري، حلوين قوي، بس هما نشفوا، لكن انا لحد دلوقتي بستعملهم يعني، بحط ميه عليهم عادي جدا وبستعملهم. والالوان من جوه الريتش بطريقه مش طبيعيه، بجد بحبهم جدا. انا مش عارفه بس هي العلبه بتاعتهم ضاعت فين، بس حتى اشوفهم من هنا بجد بحبهم قوي، حلوين. انا كان عندي الوان كرايون برضو ياباني كانوا حلوين قوي، بس دول باظوا بقى، مش هقول لكم انا مش عارفه هم راحوا فين، لا دول باظوا. الستيكرز دي من وقت ما طلبتها انا ولا مره ما استعملتش غير هما 2 بس، حطيتهم على اللابتوب. وانا اصلا كنت جايباهم عشان احطهم على اللابتوب، ولحد دلوقتي ما جبتش كفر لللابتوب عشان احطهم عليه، عشان انا مش عايزه احطهم مينلي على اللابتوب نفسه، عشان just in case لو انا كنت عايزه اشيلهم ما يطبعوش عليه، او يعني يخلي شكله كده مش عاجبني. فمش عارفه لحد دلوقتي بصراحه، مش عايزه اخليهم كده محبوسين جوه، لان انا جايباهم عشان اتبسط بيهم، مش عشان
يفضلوا محبوسين جوه هنا يعني. ده مخلي هو فاضي بس خليته عشان اعمل عليه ريفيو على تيك توك. لحد دلوقتي ما خلصتوش، انا قصدي لحد دلوقتي ما عملتوش، وهو خلصان لي 5 شهور باين، نبذة يعني. مش عارفة بقى ارميه واندم ولا ما مرميهوش واخليه واعمل ريفيو. البرفيوم ده انا بحبه قوي في الشتاء، بس لو حطيت منه دلوقتي او بخيت بخة كده في الصيف او كده هحس ان انا بجد هموت. حسيت دلوقتي ان هو شجري شوية، او مش هقدر استحمله في الصيف بصراحة. الباليت دي من ذا بولم حلوة قوي قوي. بصوا استنوا الوانها كمان ثانية واحدة. اوكي تمام، الوانها حلوة بجد. الباليت دي بتاعت اسنس كمان حلوة، بس اللونين اللي هنا اتكسروا ووقعوا. كنت دايما بشوف ان الالوان البني هي اكتر حاجة سهلة في ان انا اعمل بيها اي شادو، يعني بس كده لحد دلوقتي بقى. بصوا اصلا هو ده اكتر لون استعملته فيها، بس هي برضو حلوة. خلاص كده ده شكل لابتوبي الجديد. اتخلقت. استنى المهم شوفوا دي. شلت كل الكيوتيكلز او حاولت اشيل الكيوتيكلز كلهم. بعرف اعمل ايدي بس مش بعرف اعمل ايدي. بتعملوا زيها؟ يعني هحاول اعمل زيها. مش قصة ضفري. والراجل اتقص معاه. كم دول اللي تحب نفرق عادي. بتبص من هنا يا نور من قلب العصر ده هتلاقي كشري كده مش اندومي. ازاي؟ الدقة دي بتاعت الكشري. كده خلصت الكوت التانية لدول. هعمل بقى اللافندر ده هنا كده. هجرب اعمل الدوتس دي اللي هي البولكا دوتس براس هطلع 2. ده 1 اهو كده. اوكي طلع 1 كمان اللافندر. اوكي يلا بسم الله. شوفوا مش بطالة ابدا والله العظيم. فن فن فن. ها يلا تحفة. يا ريتني كنت عملتها طيب في حتة باينة بقى. Morning, everyone. I am going to get matcha. Insane, because usually when it's July in Texas, it's like 100 degrees. This is so cute. معرفش ايه ده بس
مش قادرة امسحه بصراحة. If you can't guess it, then we're هي مش really عاجباني، not لا gonna خلاص be همسحها. this. ليه اخلي حاجة مش عاجباني Shut your طالما eyes. قادرة امسحها؟ I'm gonna pick this one. Would order a matcha, but like I said, I think only 7 did. And this is why, like, if you are ever hired for a little business, like, it's very important to implement a flat fee. I'm done. حاسة انه I'm satisfied كده. ممكن احط توب كوت وخلاص. Artistic ability. That's something that I've been recently. على مدى الاسبوعين اللي فاتوا او الاسابيع اللي فاتت، زي ما الفيديوهات دي يعني او المقاطع دي كانت بتصور، انا كنت بصورها جمعة وسبت او خميس جمعة سبت على حسب مثلا ما يبقى عندي فضاوة، فباخد اجازة يعني. وكنت دايما بحس ان انا عايزة املى الكوباية بتاعتي، لان طول الاسبوع ببقى موزعة نورهان في كل حتة، موزعة نورهان ما بين مثلا صحابي، ما بين ان انا بروح الجيم وبتكلم مع ناس، ما بين حاجات كتيرة قوي وكده. كنت بوزع نورهان في كل حتة، فكنت بحس دايما ان انا ببقى عايزة اخد اجازة علشان املى الكوباية بتاعت نورهان، فيبقى نورهان عندها مجهود تديه للباقي. بس طول ما انا عمالة احرق في بنزين للاخرين، ده مش شيء صحي يعني. المهم كنت بحاول ان انا ارسم، اتفرج على حاجة، اعمل حاجة، وكلها كانت حاجات بيتوتية علشان ما كانش عندي فرص ان انا يعني اطلع وكده هفن بره. والجو بصراحة حر قوي، انا برضو مش عايزة ابقى في حر، ومش عايزة ان انا اطلع من بيتنا اروح اقعد في مكان. انا بحب الاكتيفيتيز اكتر بصراحة. فحاولت ان انا بقدر المستطاع يبقى عندي هدوء كده، وان انا اقعد مع نفسي واكتب. وكتبت كتير قوي، انا كتبت كتير قوي الفترة اللي فاتت، وكان عندي اراء كتيرة حوالين حاجات مختلفة، فانا عايزة اشارككم الحاجات دي. رحت اجيب الدفتر وبعدين اكلت وجبت النوت بوك بتاعتي وجيت علشان اقول لكم انا كتبت ايه. احيانا ببقى عايزه اكلمكم على الغربه والانتماء والحب والامل والكلام ده وكده، بس كل الكلام لما باجي اقوله قدام الكاميرا مش عارفه بحسه بيطير مني. لكن امبارح ولا اول امبارح كتبت جمله مهمه قوي. كنت قاعده بفكر، بص امبارح وانا بفكر، ايوه انا بقيت بتكلم بالعاميه احيانا في الدفتر عادي. امبارح وانا بفكر وبتفرج على صور قديمة، اكتشفت اني اشتغلت وحققت كل الحاجات اللي انا عايزة اعملها. الحمد لله يا رب، لولاك ما كانتش الفرص دي هتتفتح. عايزة اقول لكم على حاجة. اول مرة اشتغلت فيها اشتغلت مع نور عزوني ونور حكيم بأغرب طريقة، وما كنتش اعرف اني هتقبل، مع اني كنت مستجدة في الشغل ومش بروفيشنال يعني، كنت لسه مبتدئة يعني حرفيا. بس انا اشتغلت معاهم، ودي كانت اول مرة اشتغل في مجال الفيديو اديتنج مع ناس كبيرة زي دي. وزي ما بقول لكم كانت باغرب طريقة ممكنة. لقيتهم نزلوا مصر وقالوا ان هما عايزين فيديو اديتور، وبعت لهم رسالة وبعت لهم ميل وبعت لهم الشغل بتاعي، قلت لهم ان انا بشتغل على يوتيوب وقبلوني واشتغلت معاهم. حاجات كده احيانا لما بقعد مع نفسي بقول انه انا لسه قدامي طريق طويل، في حاجات كتير قوي انا عايز احققها. ده كلام جميل حلو قوي ان انتوا وانا كمان نكون عايزين نحقق حاجات كتير قوي في وقتنا يعني وفي حياتنا. بس الاهم ان احنا فجأة ما نجيش نقول ان احنا ما عملناش حاجة، او افكر انه اللي انا عملته ده ما يجيش اي حاجة خالص جنب الحاجات اللي انا عايزة اعملها قدام، ولما اطلع قدام ما استنكرش النسخة اللي فاتت. يعني مثلا وانا دلوقتي اهو كل الخطوات اللي نورهان عملتها من 6 سنين، من 5 سنين، من 4 سنين، من 3 سنين، من سنتين، من سنة، من شهر، من شهرين، من يوم، هي دي اللي خلت نورهان دلوقتي، هي دي اللي عملت لي انا. فما ينفعش اجي واقلل من شغل نورهان اللي فات علشان نورهان الحالية دي بقى عندها وعي اكبر وحكمة مثلا، بقى عندها معارف، لان انا زمان كانت هي دي المعلومة اللي عندي وتصرفت على اساسها. بس انا دلوقتي بقيت شخص مختلف، فما ينفعش اجي واحكم عليا زمان، لان كده هتكون نظرتي محدودة وكده هكون بلوم نفسي.
انا بطلت الوم نفسي وما بقاش عندي فكرة اللوم. ودي بتودينا لحاجة بقيت احس مؤخرا اني بطلت اكون امتداد لاي حد او امتداد لفكرة او امتداد لرأي. كل اللي انا بقيت عايزة اعمله هو ان انا اكون انا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، واحاول بكل المقاييس ان انا اكون انا. وان انت تخون نفسك معناها ان انت تبدأوا تعملوا كل حاجة للي حواليكم وتنسوا نفسكم خالص. وبشوف دايما ان موضوع حب النفس على قد ما هو موضوع كبير على قد ما هو صعب يعني صعب ان انت تبدأ تحب نفسك، علشان موضوع حب النفس مش سهل بس هو يستاهل. يعني انا فاكرة كويس قوي ان احنا كلنا اتعودنا ان احنا نؤثر نفسنا على، يعني نؤثر الغير علينا، ودي مش حاجة وحشة. يعني الايثار كخصال او كده او كخصلة في الانسان حلوة جدا، بس احنا اتعودنا ان هو ده الطبيعي، ان انا اقيد صوابعي ال10 شمع لكل اللي حواليا، بس فجأة كده ملاقيش حد ايد ليش صوابعه ال10 شمع. زي ما قلت، موضوع ان انتوا تبدأوا تحبوا نفسكم هو مجهد ومؤلم، وهيبقى فيه تخبطات ومطبات وعياط كتير، بس هو فعلا يستاهل. لان انا بقيت اشوف ان كل حاجة، يعني بقيت اشوف ان حتة حب النفس دي هي الحل لكل مشاكل الانسان في الحياة. بتكلم بجد، انا مش بهزر. يعني لما انتوا تبدأوا تحبوا نفسكم، يعني انا مثلا لما ابدأ احب نفسي واحب نفسي اللي هو فعلا من جوايا، يعني احترمها واقدرها واشوف هي عايز تعمل ايه واقف جنبها واساعدها واحقق لها اللي هي كان نفسها فيه ومحكمش عليا واسامح نفسي، وان انا ابعد عن الناس مثلا اللي مش كويسة. كل دي اشكال من حب النفس. الواحد فعلا يبدأ يقدر نفسه، مش هيرضى ان هو يقعد في قعدة مش عاجباه، مش هيرضى ان هو يشتري حاجة مش عايزها، مش هيرضى ان هو يخون نفسه او يخون افكاره او يخون مستقبله علشان يرضي غيره. وعايزة اقول على نقطة معينة، ان حتى لما انتوا تبدأوا تحبوا نفسكم، انا بشوف ان الانسان لما بيحب نفسه وبيفهم نفسه وبيعرف نفسه، هو حتى بيكون انسان صالح لنفسه ومع غيره. يعني مثلا لو انا واحدة مش بحب نفسي تمام وبتضايق، فحد جه اذاني، فانا خلاص مثلا اخدت جنب كده، او حد مثلا ضايقني او زي ما قلت اذاني، اخدت جنب. واحده مثلا من صحابي جت قالت لي ان هي حصلت معاها مشكله، فهقول لها خلاص مشي امورك، مش عارفه ايه بلا 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 كذا وكذا، فهي كمان تمشي امورها. هل انا كده ساعدتها؟ لا، انا اذيتها. لكن لما انا اكون بحب نفسي وعارفه معنى ان انا اخد حقي، لازم تاخدي حقك، انت لازم تعملي كذا، طب ممكن نشوف الطريقه الفلانيه او ممكن نشوف الطريقه العلانيه، لان انت ما ترضيش الاذيه دي على نفسك. فلما ما ترضيهاش على نفسك، انت كمان مش هتحبي ان اي حد مين من كان هو مين ان هو يبقى يتأذي بالشكل ده. لو هقول لكم على حاجه بجد تبداوا تشتغلوا عليها، هي انكم تحبوا نفسكم وان انتوا فعلا تقدروها. لان وهقول لكم على حاجه، انتوا لما بتبداوا تحبوا نفسكم، انتوا هيظهر عندكم مشاكل كتير قوي، وممكن فجاه الارض كده بتتسحب من تحتكم، البساط ده بيتسحب من تحتكم، بس انتوا هتبقوا هادين اكتر، حتى في المواقف السلبيه، حتى في المواقف مثلا الوحشه، في الصداقات، في العلاقات، ممكن تبقوا قاعدين كده وبتبصوا الناس دي بتعمل ايه. هل هم فعلا يستاهلوا ان انا اكون موجودة في حياتهم؟ هل هم فعلا يستاهلوا ان احنا نبقى اصدقاء؟ هل هم يستاهلوا المجهود اللي انا بعمله علشانهم، او الايد اللي انا بقعد امدها، او المواساة او كده؟ انا باخد ايه في المقابل؟ وبرضو نقطة مهمة عايزاكم تعرفوها، انه الناس مش هتساعدكم ان انتوا تحبوا نفسكم، لان الناس اتعلمت ازاي تكره نفسها، الناس اتعلمت ازاي تأذي نفسها، فمحدش هيبقى حابب ان هو يشوف حد احسن منه. العين ما تحبش الاحسن منها،
انا احيانا كتير قوي بصدق الموضوع ده، بس حب عن حب يفرق يعني، او مثلا نظرة عن نظرة تفرق. يعني مثلا في ناس لما تلاقي ناس ناجحة تبقى هي كمان عايز تبقى ناجحة، فده بيشعل عندها غيرة مثلا كده، غيرة في حاجة اسمها غيرة صحية، غيرة هي كمان عايزة تبقى ناجحة، هي كمان عايزة تبقى كويسة. بس في ناس لا هي عايزة الخير لنفسها ولا عايزة الخير لحد تاني. وهقول لكم ليه. انتوا قاعدين في بيئة انت بدأتي تحبي نفسك وتشوفي انت عايز تعملي ايه ومش عايز تعملي ايه، وبقيتي بترفضي مثلا الحاجة اللي هي متقدمه لك طالما هي مش مناسبة ليكي، اللي حواليكي كده هيحسوا بالتهديد، هيحسوا هي بتعمل ايه، هو ايه وجع الدماغ اللي احنا فيه ده، ما تقبلي وخلاص، ما احنا كمان قبلانين، اشمعنى انت اللي مش هتقبلي، اشمعنى انت اللي متفرعانه علينا، اشمعنى انت اللي شايفه نفسك، اشمعنى واشمعنى واشمعنى. فتبداي تحسي ان انت غلط، مع ان انت مش غلط، الناس دي هي اللي غلط، وهي اللي اتعلمت غلط، وهي اللي فضلت على المنهج ده. فانت لما بتوريهم ان انت لا، انت عايزه تحصلي على حاجه افضل، انت كده بتخليهم يشوفوا قد ايه هم بيكرهوا نفسهم، وقد ايه هم لازم يشتغلوا على نفسهم، وقد ايه هم وضعهم صعب. والانسان مش بيحب كده، او مش دايما يعني، في ناس طبعا بتحب وفي ناس ما بتحبش، بس انا بتكلم هنا على ضوافري حلوه صح. كنت حاطه هنا خرزه، بس هي عماله كل شويه تقع، دي تالت واحده وهي وقعت، فانا سبتها بقى خلاص. نرجع لمرجعنا. فانتي بالشكل ده هتخلي الناس اللي حواليكي تشتغل على نفسها، وهم مش عايزين يشتغلوا على نفسهم ومش عايزين وجع دماغ. في ناس كتير قوي بتحب دور الضحية، في ناس كتير قوي بتحب تتلزق في القدر والنصيب، وان هي ما باليد حيلة ومش عارفة ايه والكلام ده. طبعا في حاجات ليها علاقة بالقدر، طبعا في حاجات نصيب، في حاجات مش عارفة ايه، انا ما عنديش مشكلة في الحاجات دي. بس انا مش بحب فكرة ان انا اكون مستسلمة بشكل سلبي، او مستسلمة اللي هو ان انا خلاص ما عنديش القدرة، ما عنديش مش عارفة ايه، ما عنديش اي حاجة. انا مش بحب الشكل ده، ومش بحب الناس دي، ومش بحب دايما ان احنا نقوم لازقين كل حاجة في القدر وفي النصيب وفي المش عارفة ايه. طب فين انا، فين حركتي، فين سعي، فين رؤيتي للحياة، فين مجهودي، انا فين من كل ده؟ وبرضو الناس اللي هتبقى رافضة ان انت تكوني انسانة بتحبي نفسك، هما نفس الناس اللي شايفين ان هما هيبطل يكون عندهم اكسس ليكي ويستغلوكي. حب النفس بيسهل حاجات كتير قوي بصراحة، يعني بيسهل على الانسان حتى تعاملاته مع نفسه، بيكون قادر ان هو يتعامل بشفقة، او يكون هادي عليها او بالراحه عليها. مش هقول لكم ان الموضوع هاي ومش عارفه ايه، لا عادي، في حاجات داون، واحيانا بقعد اعيط ومش عارفه ايه، واحيانا بشوف ان انا ما عملتش اي حاجه في حياتي، وان اللي انا بعمله ده يعني هباء، واليوتيوب ده ممكن اقفله، حاجات كتير بجد. بس انا بتكلم على ان موضوع السقطات لما الانسان بقى بيسقط او بيحس ان هو داخل في دوامه، الدوامة دي مش بتطول، او بيبقى عارف نفسه، او بيبقى عارف ان مثلا دي حاجة مؤقتة. حتى الاصوات اللي في الدماغ دي بتهدى، ممكن لايام كتيرة قوي تبقى معدومة. مخك مش هيسوحك، او مخك مش هيسوحك، مش هيخليكي دايما عايشة في دوامة الندم، بالعكس ممكن تكوني احيانا كمان ان هو يتدرب على ان هو ازاي يخلي حياتك احسن، او يسهل عليكي حياتك، او اي حاجة. مرة قرأت كتاب اللي هو عندما يقول الجسد لا، وأنا كنت نزلت لكم فلوج عن الكتاب ده، روحوا شوفوه. الكتاب ده أنا بحبه قوي، ومن وقت ما قرأته بقيت أشوف إن كل حاجة connected، وكل حاجة فعلا في جسم الإنسان connected. أمراض ومش عارفة ايه، هي كلها جت وموجودة علشان الإنسان بقى بيخذل نفسه، وما بقاش بيقف مع نفسه قدام الناس اللي بتأذيه، مش بياخد حقه. جابور ماتي كان عارض أشخاص كتيرة قوي مروا بأمراض صعبة، وكانوا بيتعرضوا لضغط نفسي مستمر، كانوا بيتعرضوا لحاجات كتير قوي، كانوا بيتعرضوا لخذلان، كانوا بيتعرضوا لمواقف سلبية بطريقة مش طبيعية. أنا ما شفتش ولا مرة إن هما وقفوا جنب نفسهم، أو وقفوا التعامل مع الانسان اللي بيسبب لهم التعاسة دي، فبقوا هم مرضى. لما بدأوا ان هم طبعا يروحوا للدكتور بقى وتشخصوا ومش عارفة ايه وكده،
وعرفوا ان هما اللي عايز يريح فانت محتاج تريح، انت مثلا بتتعرضي للضغط ده فانت محتاجه تسيبيه، انت محتاجه تعملي كذا، انت تخرجي اكتر، تتبسطي اكتر، تغيري مثلا صحابك، تبطلي تتكلمي في كلام سلبي. كل الكلام ده الناس دي نوعا ما بقت كويسه. بقيت اشوف ان احنا عندنا قصور كبير قوي في حته الرزق برضو والعلاقات ومش عارفه ايه وكده. يا جماعه بجد العالم مليان، لو انتوا خايفين على الفرص العالم مليان فرص، لو انتوا خايفين على الاحباب فالعالم مليان احباب، لو انتوا خايفين على الفلوس فالعالم مليان فلوس، لو انتوا خايفين على اي حاجة فالعالم مليان منها، العالم مليان منها. المهم بس ان انتوا ما تسيبوش نفسكم تكونوا في علاقات مؤذية، تكونوا في شغل مؤذي بس لان انتوا مفكرين ان هو ده الشغل الوحيد اللي موجود، او هي دي العلاقة الوحيدة اللي موجودة، او هو ده الانسان الوحيد اللي بيحبني، او هي. لا لا لا، العالم مليان بجد. فكرة الندرة دي برضو فكرة سلبية خلت الانسان يحط نفسه في مواقف كتير جدا. وزي ما بقول لكم ان انتوا لما تكونوا بتحبوا نفسكم فانتوا هتقفوا مع نفسكم ضد حاجات ممكن تأذيكم، وبتحطوا حدود وبتردوا على ناس عايزة تأذيكم او مش عارفه. فده كله مش بيتخزن جواكم، الحاجات دي كلها بتطلع. فاكشلي ما بيبقاش عندكم سديهايه كده هتيجي الساعه 12 هتتفتح عليكم وتقول لكم اصل انتوا ما عملتوش، اصل انتوا ما سويتوش، انت لو كنتي عملت كذا كنتي بقيتي كذا، انت لو كنتي مش عارفه ايه، انت لو كنتي يا نورهان رديتي عليها، انت لو كنتي مش هيكون عندكم لان انتوا فعلا عملتوا كده. وفي الاول وفي الاخر انتوا اللي هتفضلوا مع نفسكم. الناس دي في اي وقت من الاوقات ممكن تمشي، ممكن تقعد، ممكن تكونوا في فترات في حياة بعض. مهم قوي ان انتوا تنفستوا في نفسكم، تشوفوا تعرفوا انتوا مين، تعرفوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها، ايه الحاجات اللي انتوا مش بتحبوها، لان مفيش انسان عارف نفسه يقدر يتهزم، او مفيش انسان عارف نفسه ممكن ان هو يضحك عليه او بصوا برضو عايزة اقول لكم على نقطة، ان مش معنى كده ان انتوا فعلا ممكن ما يضحكش عليكم، لا ممكن يضحك عليكم بس هتبقوا نوعا ما اوعى شوية، هتبقوا قادرين بعد كده تقوموا من السقطة دي وتطلعوا لفوق، فاهمين قصدي؟ فمهم بجد ان انتوا يكون عندكم وعي تجاه نفسكم بالحاجات اللي انتوا عارفينها، بنقاط القوة بنقاط الضعف. مش عارفه، حاسه ان انا قلت كده كل الحاجات اللي في قلبي، مع ان وانا بعمل مونتاج هحس ان انا كان في حاجات تانية نفسي اقولها اكتر، ولكن اتمنى بجد ان انتوا تاخدوا الموضوع ده على محمل الجد، تبداوا ان انتوا تحبوا نفسكم وتدللوها، لان يعني مفيش احلى من كده. عايزه اقول لكم بصوا دي، شوف بس دي لما باجي البسها بتسلخ جلدي سلخ، يعني نتفت لي جلدي من هنا، مش مسامحاها بس هي شكلها حلو، معلش هي شكلها حلو. جبتها من المثير في عباس العقاد. بس كده يا حلوين، والله يا رب يكون عجبكم الفلوج ده. اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تحت في الكومنتس وقولوا لي عايزين تشوفوا ايه الفترة الجاية. وبس كده، باي.